الطبعة الأولى من بين سبورتس الإخبارية في قطر. أهلا بكم. البداية من البرتغال، حيث تصدرت عناوين الصحف تعادل زملاء كريستيانو رونالدو مع المكسيك بهدفين لمثلهما في كأس القارات في روسيا. يومية أبولا تحسرت على ضياع فرصة الفوز وانتهاء المواجهة بالتعادل، مؤكدة أن الحظ لم يحالف أبطال أوروبا في الظفر بنقاط المباراة التي وصفتها بالمجنونة، مضيفة أن أطوارها طبعتها الإثارة بالطريقة التي سجلت بها الأهداف، خصوصا هدف التعادل المكسيكيين الذي أنقذهم من الخسارة وحرم زملاء رونالدو من افتتاح البطولة بالفوز. إلى إسبانيا، حيث توقفت ماركا عند المكالمة الهاتفية التي دارت بين مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإقناعه بعدم ترك النادي الملكي. حسب الصحيفة فإن زيدان أفهم رونالدو أن ريال مدريد فريق يكسب بوجوده وأنه بحاجة إليه، سواء بسبب روح المنافسة التي يتمتع بها أو الأهداف التي يسجلها. أضافت ماركا أن قائد الفريق سيرخيو راموس اتصل بدوره برونالدو من أجل إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة. ماركو فيراتي يضع ضغطا على باريس سان جيرمان، العنوان نطالع تفاصيله في جريدة ليكيب الفرنسية. ليكيب كتبت أن النجم الإيطالي أعرب من جديد عن رغبته في ترك PSG هذا الصيف، حيث يود فيراتي الالتحاق بنادي برشلونة. الصحيفة الفرنسية عادت إلى الألقاب الكثيرة التي حققها اللاعب البالغ 24 عاما منذ التحاقه بالفريق الباريسي، مؤكدة أنه أصبح بذلك واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، حيث باتت تقدر قيمته الآن بأكثر من 80 مليون يورو. تحول صوب إنجلترا، حيث تخبرنا جريدة دي سان بالشروط التي يمليها الإيطالي أنطونيو كونتي على تشيلسي قبل تجديد عقده. ذكرت الصحيفة أن كونتي اشترط مجموعة من المطالب على إدارة النادي، وهي التعاقد مع تيموي باكايوكو من موناكو وروميلو لوكاكو من إيفرتون وألكساندرو من يوفنتوس. الجريدة البريطانية كتبت أيضا أن البلوز يسعون إلى عدم التفريط في الرجل الإيطالي الذي فاز بلقب البريمير ليج في أول موسم له، الذي بات مطلوبا بصورة كبيرة من قبل العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا. نواصل جولتنا مع الصحف الإيطالية، وتحديدا مع صحيفة كوريير ديلو سبورت التي توقفت عند تصريحات المدير الرياضي لنادي ميلان ماسيمو ميرابيلي تجاه جانلويجي دوناروما. اليومية الإيطالية كتبت أن ميرابيلي أدلى بتصريحات مفاجئة تجاه حارس الفريق مدح فيها اللاعب الشاب بالقول إن دوناروما بطل وشخص رائع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحارس لن يرحل عن الفريق الموسم المقبل. وفي تصريحاته رد ميرابيلي أيضا على الأحاديث التي قالت إن ميلان سيضع اللاعب على مقاعد البدلاء طوال الموسم المقبل، قائلا إن القرار سيكون للمدرب مونتيلا، مؤكدا في السياق ذاته أن تعاملهم مع كل اللاعبين يكون بالشكل ذاته.